هو يا دكتوره ممكن فعلا ابني يبقى عنده دهون عاليه قوي في الدم؟ الدكتور لما وريته التحاليل قال لي ده عنده دهون في الدم عاليه. والحقيقه بقى انا دكتوره شيماء سلمان، اخصائي التغذيه العلاجيه، ومعاكي عشان صحتك انت وطفلك. الاطفال ممكن يبقى عندهم دهون عاليه في الدم، وكمان بقينا بنشوف حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده في الاطفال زي السكر النوع الثاني ومقاومه الانسولين وما قبل السكري. كل دي حاجات جدت علينا. عارفه ليه؟ عشان بدل ما الطفل بينزل يلعب او يروح النادي او يلعب كوره في الشارع بيستبدلناها بلعبه على الموبايل، وبدل لمه العيله على السفره بقى كل واحد يخطف له سندوتش ولا يجيب تيك اواي ويجري. كل ديت عادات جديده دخلت علينا خلتنا نشوف حاجات وامراض في الاطفال ما كناش بنشوفها قبل كده. حلها ان احنا نرجع تاني ناكل اكل صحي، ندي للطفل الوجبه المتكامله الصحيه، وكمان نخليه يلعب رياضه ويزود نشاطه. نرجع تاني للمه على السفره من جديد وللرياضه في النوادي وفي الشوارع، وبكده يبقى احنا انقذنا الطفل من حاجات كتيره وامراض كتيره كانت ممكن تصيبه زي ارتفاع كوليسترول الدم، سكر نوع تاني، ما قبل السكري، مقاومه الانسولين. كل دوت مجرد حاجه ممكن نعالجها بطبق صحي ورياضه. بمناسبه النهارده فوز السعوديه في مونديال قطر، قررنا ان الكشف لحد اخر الشهر هيبقى عليه خصم سواء ليكي او لطفلك. تابعينا بقى في الفيديوهات التانية عشان تعرفي اكتر عن السكري سواء في المرحله الاولى او في المرحله الثانيه، وكمان مقاومه الانسولين. واي سؤال او استفسار اكتبيه في الكومنتات وهجاوب عليه.